لو كل يوم انت بتحس انك تعبان او مودك متقلب او عايز تنام بعد الاكل، فانت كده ممكن يكون عندك مشكله ان السكر بتاعك بيطلع وينزل وانت مش واخد بالك. وعدم انتظام السكر ده مش خطر بس على مرضى السكر، لا ده بيأثر على نومك وتركيزك وكمان طاقتك. بس قبل ما تفكر في ادويه او حتى مكملات، عايزك تجرب الثلاث خطوات اللي هقول لك عليهم دول. وقبل ما اقول لك الثلاث خطوات دول، ما تنساش تعمل سيف الفيديو وتبعته لكل الناس اللي انت خايف على صحتهم. اول حاجه معانا وهي انك تاكل صح وبذكاء. يعني ايه؟ يعني تقلل النشويات السريعه زي العيش الابيض والمكرونه وكمان الرز، وتستبدلهم بالبروتين او الخضار او حتى الدهون الصحيه زي زيت الزيتون والافوكادو. وعشان اوضح لك اكتر، الكيرف بتاع الانسولين بيبقى عامل كده، يعني اول ما بتاكل اكله مليانه سكر ونشويات بيرفع في السمنه، لكن لما بتدخل مع الاكله دي الياف كتير زي الخضار او حتى الدهون الصحيه، الكيرف ده بيكون اقل في الارتفاع، وده اللي بيخليك ما تحسش بجوع بعد الاكل، او زي ما بنقول عليه كريفنج للسكريات، او ان شهيتك تبقى مفتوحه للحاجات اللي فيها سكريات بس. فلما تمشي على الخطوه ديت، ده هيبطئ امتصاص السكر في الدم ويخلي مستوى السكر ماشي بانتظام. تاني خطوه معانا وهي الحركه بتساوي العلاج. عارف لما تيجي تمشي من 15 ل 20 دقيقه بعد الاكل، ده بيخلي عضلاتك تسحب السكر من الدم، يعني بدل ما السكر يفضل يعلى في الدم، انت كده بتستخدمه كطاقه فوريه. وتالت خطوه معانا وهي ان الميه سلاحك السري. ناس كتير زيك وزيي بينسوا يشربوا ميه كفايه كل يوم، بس الميه بتساعد الكلى انك تتخلص من السكر الزياده في الدم، وكمان بتقلل الرغبه الشديده في الحلويات. فانا عايزك تجرب الثلاث خطوات دول قبل ما تاخد اي مكمل او تبدا باي ادويه، لان سيطرتك على السكر في الدم بيساوي تركيز اعلى، نوم احسن، ومود ثابت. فابدا من دلوقتي وجسمك انا متاكد انه هيشكرك. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك علشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.